أغرب قصة شفتها في السنين الأخيرة ومستغرب إن مفيش ناس كتير اتكلموا عنها. بلوجر مشهورة بيجي لها أوردر أونلاين ما تعرفش أي حاجة عن اللي جواه، عبارة عن ميستري بوكس بتدفع فيه 1000 جنيه وتقول لهم اهتماماتك، ولما يوصل لك تبدأ تشوف اللي جه ده يستاهل الفلوس ولا أي كلام. بس يحصل إيه لو حد خد الفكرة دي ونفذها لأغراض تانية؟ واللي حسبته لقيته بعدها بفترة مش كبيرة البلوجر دي بتعمل حفلة عيد ميلادها وبتعزم فيها كل اصحابها ومعارفها وبيجي لها هدايا كتير مختلفة. بس قبل ما اقول لك اغرب هدية شفتها خليني اعرفك ان كان في 3 موجودين في عيد الميلاد ده مش شبه الناس المدعوين، وبيلاقوا نفسهم بيتجمعوا مع بعض قصاد هدية مريبة، بوكس عليه علامة استفهام محطوط قصاد الباب، ولما بيفتحوه بيلاقوا حاجات غريبة، جورنال قديم، ايفون ما عليهوش غير صورة حادثة، لوحة غريبة، وهارد محطوط في كيس مية. حاجات تحس انها ملهاش علاقه ببعض وغريبه جدا، بس احساسهم بيقول غير كده، وان في سر بيربط كل الحاجات دي ببعض. بيقرروا ياخدوا البوكس ويحاولوا يفهموا ايه اللي وراه، وبيرجع كل واحد فيهم بيته ومعاه حاجه من الصندوق، اللي خد الجورنال واللي خد الهارد واللي خد الايفون، وكل واحد بيحاول يدور على اي معلومه توصلهم لاي حاجه تخص الصندوق الغريب ده. بتبدا نور تلاحظ ان في كلمات معينه متعلم عليها وسط الاخبار في الجورنال كانها احجيه او لغز. لما جمعتهم لقيت مكتوب كل شيء داخل الصندوق له معنى وليس عشوائي، إذا استطعت تفسير محتوياته فبإمكانك أن تنقذ روح إنسان. من اللحظة دي ال3 دول حياتهم اتقلبت 180 درجة، كل تفصيلة صغيرة في الصندوق بقت دليل محتاج تفسير، واللي كان مجرد هدية في عيد ميلاد اتحول للغز كبير ممكن يغير مصير بني آدم. ده ملخص سريع لأول نص ساعة في مسلسل الصندوق، ولسه بقية الحلقات مليانة ألغاز أكبر عمرك ما كنت تتخيلها.